السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي. في بداية الحلقة غادي نحب نفكركم أنكم تكونوا مشتركين في قناتي ناديني تغذية العقل ومفعلين خاصية الجرس. شكرا لكم جميعا. في الحلقة السابقة من موضوعنا هذا صنع التغيير في حياتك وانت باقي شاب تكلمت على 3 نقط. طيب في هذه الحلقة نبداو بالنقطة الرابعة. النقطة الرابعة هي أنك ترد منها بالك، معناها أنك أنت محتاج تكتشف نفسك أكثر من مرة، لأن العالم كيتغير وكيتطور كل نهار. أنت ما غاديش شخصيتك وحدة غادي تبقى عايش بها طول حياتك حتى تموت، يعني ما تعيش حياتك القصيرة هذه بنمط واحد وبشكل واحد بروتين واحد. غير كل حاجة فيك، حاول تكتشف نفسك من جديد، حاول تجرب حاجات جديدة انت عمرك ما جربتيها. بعض الناس كتسأل دايما فين هو الشغف ديالي، كيفاش يمكن لي نحصل عليه. الكلام غادي تعرفه غير منين تجرب حاجات جديدة. كيفاش غادي تعرف ان عندك شغف في التصوير مثلا؟ غير الا جربتيه في الاساس. كيفاش غادي تعرف انه انت شخصية قيادية؟ الا تحطيتي ولا حطيتي نفسك في مكان قيادي. خلي هذه الجملة موجودة في دماغك، ان الاكتشاف النفسي هي مهمة موجودة طول حياتك حتى تموت. ما كايناش شي حاجة اسمها انا عارف نفسي، انا هادشي كافيني. انت ما عارف حتى حاجة على نفسك. انت بنفسك تقدر تغير الحاجات انت ما كنتيش كتخيلها. النقطة الخامسة، حيت يكون مقارنة بين الشغف وبين المال، اختار الشغف. لأن للأسف الناس كثيرة جدا منا كيفكروا أن الفلوس هي كل شيء، المهم نشتغل في وظيفة معينة تدخل لي الفلوس كثيرة. اشتغل في الحاجة اللي الشغف ديالك فيها موجود، ولا اعمل الحاجة اللي الشغف ديالك فيها موجود. النتيجة انت غادي يكون عندك فلوس، لكن انت غادي تكون غير سعيد الا اشتغلتي او عملتي حاجات اللي انت ما عندكش فيها الشغف. انت غادي يكون عندك فلوس كتيرة مثلا، لكن انت غادي تكون غير سعيد. غادي يكونوا عندك حاجة او غادي تكون عندك حاجة من حاجات عدم الرضا في الحياة. مثلا انا اش كندير هنا؟ انا ما عرفتش علاش اختاريت هاد الوظيفة. ومن غير هاد الشيء، انت الا اختاريتي مثلا وظيفة انت ما عندكش فيها الشغف، عمرك ما غادي تتطور فيها، دائما غادي تبقى في نفس المرحلة. غادي يبان لك انك دخلتي على الموضوع غير على الفلوس فقط. وبالتالي منين يوليو عندك فلوس كثيرة مثلا، ما غاديش تبقى تفكر بحاجة اخرى، كتولي الفلوس هي اهتمامك. لكن الا ركزتي على فكرة الشغف ديالك او نتاعك وتحاول تلقى حلول مبتكرة بها تخلي الشغف ديالك هو اللي يصرف عليك. الشغف اللي موجود عندك ممكن يوصلك لمراحل كبيرة جدا، حسن ما تركز على الفلوس وصافي، لأنها في الأخير غادي تخليك عايشة في الحياة أو عايش في الحياة ما فيهاش أي راحة بال. النقطة السادسة اللي هي لازم تفكر فيها مزيان، هي أن العادات الصحية هي معركة العمر. إلا سألتك مثلا ونقول لك أشنو بغيتي تكون في حياتك، عادة الناس كيجاوبوا تلقائيا انا بغيت نكون مثلا غني، انا بغيت نكون رائد اعمال، او انا بغيت نتزوج باحد معين، او بغيت نشتغل في شركة معينة، او تكون عندي عربية معينة. كنقولوا كتير حاجات ولكن ما كنتكلموش على صحتنا وعلى حالتنا الصحية عامة كيفاش هي عاملة. بدون صحة جيدة ما عمرك ما توصل للحاجات اللي ذكرت، لأن صحتك الجسدية هي المقام الأول، وكذلك هي خط الدفاع ليك الأول. لهذا باش توصل لأي حاجة في الدنيا بإذن الله هو أنك تكون بصحة جيدة. أنا بديت الرياضة وحبست، أنا جريت شوية في الصباح واحد الأيام وحبست، أنا جربت شوية ديال التمارين الرياضية في البيت ومليت وحبست. ما تشوفش الموضوع كأنه من الرفاهيات في حياتك، إما تعملها وإما ما تعملهاش. شوف الموضوع أنه إلزام ليك. كيف قلت لك هذه معركة العمر، ومعركة العمر باش تعيش حياة مزيانة وحياة صحية لازم في الأساس تكون تجبر نفسك باش تعملها.
حنا عارفين جميع أن الموضوع ممكن ياخد شهور باش تكسب مثلا ممارسة الرياضة كل صباح. ومن هاد الشي كامل، اسأل نفسك أشنو اللي مهم في حياتك. اسأل نفسك أشنو اللي أهم من حياتك. اسأل نفسك أشنو أهم من أنك تكون عايش بصحة جيدة أو بصحة مزيانة. النقطة السابعة اللي لازم تفكر فيها مزيان حتى هي فكرة أن راحة البال ماشي معناها أنه ما يكونش فيها مشاكل. كاين الناس كيفكروا إلا عندهم مشكلة ما تخليهمش يشتغلوا ولا ينجزوا، ما يقدروش يديروا شي حاجة مازال. المشكلة كتاخد كل تفكيرهم، مثلا ما يناموش بشكل طبيعي، ما يفرحوش بشكل طبيعي. الحقيقة اللي خصك تدركها هي أنه دائما غادي يكونوا فيه مشاكل، مهما كنتي انت في وضع مزيان جدا ماديا، مهما كنتي انت في وضع مزيان اجتماعيا، مهما كان عندك حاجات كثيرة في الحياة، غادي تبقى المشاكل. فلهذا إلا كانت عندك مشكلة وهي مأثرة على إنتاجاتك، هذه مشكلتك انت، لأن راحة البال ما كتجيش من عدم وجود مشاكل. راحة البال كتجي من الطريقة اللي كنتعاملوا بها مع المشاكل. كاينين الناس إلا جاتهم في حياتهم مشكلة أنهم محتاجين يركزوا غير على المشكلة بوحدها، وكاينين الناس إلا جاتهم مشكلة في حياتهم كيبداو يفكروا كيفاش يحلوا هذه المشكلة. ببساطة إلا أنت عندك موضوع كبير في حياتك وما عارفش تحلو، حط سيناريوهات لحل هذا المشكل، خذ بالأسباب وتحرك وخلي الباقي على الله. وتأكد أنك ما دمتي كدير كل اللي عليك باش تحل أي مشكلة، هذا معناه أنه ماشي من المفروض أن المشكلة تأثر عليك. هي موجودة لكن ما مأثراش، هي موجودة لكن أنا كناخد بالأسباب ومتكل على الله وكنستمتع بحياتي. صراحة نتمنى من قلبي الخالص أنك تحفظ هذا الكلام في دماغك بصورة واضحة جدا، باش في الأخير من تكبر في السن وما تكونش ندمان أنك ضيعتي فرص. هذا كان موضوعنا اليوم إخواني وأخواتي، كنتمنى تكون فيه إفادة. دمتم أقوياء، دمتم بصحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.